طيب قبل ما نبدا الفيديو، كل المعلومات اللي في الفيديو ده موثوق منها جدا جدا جدا، وتم التاكيد من صحتها، سواء بقى من على حساباتهم الشخصيه على فيسبوك او انستجرام او تويتر او حتى الملفات اللي بيحطوها في اليوتيوب. فالمعلومات دي كلها جايه عن اليوتيوبر نفسه، هو اللي قالها عن نفسه، فدي معلومات صادقه، لا اما حد بيتكلم عنه، لا اما هو طلع في انترفيو واتكلم عن نفسه. فكل المعلومات اللي في الفيديو ده مؤكدها 100%. وطبعا لو انت شاكك في اي حاجه، والحاجات اللي مش متاكد منها بيبقى كاتب جنبها تقريبا، اللي هو احتمال كبير جدا تكون صح واحتمال جدا تكون غلط. فبرضه ما تنساش انت كده تتابعنا في الكومنتات يعني. ويلا نبدا الفيديو. السلام عليكم واهلا بيكم في الجزء الثالث من اعمار وديانات اليوتيوبرز. اولا كده نبدا بملك الاستفزاز في بابجي. لو انت بتلعب بابجي موبايل، تفتكر ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لك؟ لا مش ريد زون، واكيد مش موت التخفيل ان هو حد يضربك من ورا ظهرك. يعني اسوأ حاجه ممكن تحصل لك انك تقابل المستفز. هيعمل عليك لقطات، هيكرهك في اللعبه، ممكن كمان يخليك تفجر نفسك. فادعي ربنا انك ما تقابلش اي مستفز في الجيم معاك. وعلشان المستفزين كتير، النهارده هنتكلم عن المستفز المصري اللي هو عبد الرحمن. يعني المستفز استفزني انا شخصيا وانا بعمل الفيديو ده، لان حرفيا مش لاقي له اي معلومات عنه في السوشيال ميديا، ولا حتى هو اتكلم عن نفسه. فلو هو اجيب لك انا معلومات منين يعني؟ فقدرت اجمع كميه معلومات كبيره جدا عنه، والمعلومات اللي ما نعرفهاش. لو انت تعرف اي معلومه عن اي يوتيوبر في الفيديو ده، يا ريت تشاركها معانا في التعليقات، عشان دي حاجه بتفرحنا. ولو تعليقك طلع صح ومعلومه مؤكده، هيتم تثبيت تعليقك وش كده يا برنس. تمام؟ فطبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وشكرا على دعمكم للفيديوهات اللي فاتت، والله يعني فرحتوني والله. يعني فيديو ما شاء الله وصل 180,000 مشاهده واكتر من 10,000 لايك، والفيديو الثاني وصل اكتر من 2000 لايك. فما تنسوش برضو الفيديو ده كده لايك وشير واشتراك في القناه بقى، عشان خلاص داخلين 70,000 مشترك. الاسم الحقيقي للمستفز هو عبد الرحمن احمد، والمستفز من القاهره، مسلم وفي سن العشرينات، وبنسبه كبيره جدا من 22 سنه ل 23 سنه، لكن بالظبط كام محدش يعرف. بدأ قناته في اليوتيوب في شهر 8 في 2019، يعني دخل مجال اليوتيوب من حوالي سنه و10 شهور بالظبط. المستفز ليه صفحه على فيسبوك، وبرده ليه حساب على التيك توك، انستجرام، والحاجات دي كلها ساعد في شهره المستفز. كل محتوى المستفز بيدور حوالين لعبه بابجي موبايل، يعني هو ما اتغيرش عن المحتوى ده بالذات يعني. ويعتبر المستفز من الناس القليلين اللي بيعملوا محتوى كوميدي داخل العاب، واللي هي طبعا لعبه بابجي موبايل يعني. فما حدش بيعمل محتوى كوميدي في الالعاب. اغلبيه اليوتيوبرز اللي بيعملوا محتوى جيمنج او كده بيكون جيم بلاي، بيشرح حاجه في اللعبه او هاكر او الحاجات دي كلها يعني. لكن ده بيعمل محتوى كوميدي داخل الالعاب. وللاسف هي دي كل المعلومات اللي قدرت اجمعها عنه. يا ريت برضو زي ما قلت لك، لو تعرف اي معلومه عنه تشاركها معانا في التعليقات. الستريمر عمرو واحد من اهم الستريمرز على فيسبوك. عمرو ظهر مع مروه، واللي هي عملت فجوه كبيره جدا وقلبان على فيسبوك. عمرو ومروه محتواهم في الاساس بابجي موبايل. طبعا هو ستريمر، يعني ملوش في اليوتيوب خالص. هو بدأ على الفيسبوك، وكل كل محتواه عباره عن بثوث بس، مفيش حتى فيديوهات ولا اي حاجه. ولكن عمرو كان موضوعه غريب شويه. الغريب بقى في الموضوع بتاع عمرو ان بعد وفاه اخته كتب ادعوا لاختي هبه بالرحمه، ولكن في الفيديوهات كلها طبعا كان بيقول لها مروه. فاللي هو هل مروه غير هبه، ولا هبه دلع مروه، ولا ايه؟ انا ما بقتش فاهم برضه. فيا ريت انتوا تكتبوا لي في التعليقات يعني. فعمرو من الستريمرز اللي بطلت المجال ده، وده كان سبب كبير جدا في انه يبطل، سبب وفاه اخته، واللي اثر فيه جدا 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 بعد وفاتها، خصوصا ان هو متعلق بيها جدا يعني، ان هي اخته. وان المحتوى كان بيعمله تقريبا نص الفيديوهات او نص البثوث هي كانت بتطلع معاه فيه. فاللي هو المحتوى يعتبر متشارك بينهم يعني. الاسم الحقيقي لعمرو هو عمرو دياب، في سن العشرينات، عنده 23 سنه، مسلم، وعمرو من جامعه القاهره، وده بان في جميع الصور اللي كانت وراه، بس مش متعرف عنه في كليه ايه او بيدرس حتى ايه داخل الكليه يعني. مروان ريحان ده انا شخصيا بحبه جدا، ويعني انا واحد من الناس بحب اتفرج عليه جدا، وما بحبش افوت فيديو يعني. فواحد من الناس اللي مقربين ليا يعني، اللي بتفرج عليهم باستمرار على يوتيوب. مروان ريحان عنده 26 سنه، طبعا هو اسمه الحقيقي مروان ريحان، خريج فنون تطبيقيه جامعه MCA. طبعا يعني مش عارف الناس هتبقى عارفه الجامعه دي ولا لا، بس ماليش دعوه يعني، ابحث انت عنها يعني. شغال في الجرافيك والديزاين والرسومات والانيميشن والحاجات دي كلها يعني. ده باختصار فنون تطبيقيه يعني. مسلم ومن القاهره. مروان من اطيب واجدع الناس على يوتيوب زي ما قلت لكم في الاول، وبدا اليوتيوب في شهر 11 سنه 2018، يعني يعتبر بدا اليوتيوب من سنتين وشويه. مروان بدايته كانت مع جامايكا وبيستي وكم يوتيوبر تاني كده، وحاليا مروان ريحان من اكتر الناس المحبوبه على يوتيوب بسبب محتواه. مروان ريحان واللي الناس ما
كانتش تعرفه في الاول ان هو فتح القناه بس علشان الفيديوهات والافلام المصوره، لان هو مجال شغله في التطبيقات والانيميشن والحاجات دي كلها، فهو فاهم اكتر في المجال ده، فكان عايز يفتح قناه يتكلم عن الافلام القصيره والحاجات دي كلها، بحيث ان هو دارس الموضوع فينتقدها بحيث بشكل كويس يعني. ولما لقى الناس كتير جدا عمل محتوى العاب والناس حبته في محتوى الالعاب واتشهر في مجال الالعاب، نسي خالص 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 محتوى الافلام ده يعني. فدي حاجات من ناس كتير قليله جدا بس اللي تعرف المعلومه دي عن مروان يعني. ديدا هي صناعة محتوى ألعاب على يوتيوب، واتشهرت بالاسم ده منذ بدايتها في اليوتيوب، يعني محدش عارف غير ان هي اسمها ديدا بس، بدأت بديدا ولغاية دلوقتي ما غيرتش الاسم ده. الاسم الحقيقي ليها هو سناء، بتشتغل في مجال التصميم والديزاين، برضو نفس الكلام في الرسومات كده والديزاين يعني بشكل عام. في سن العشرينات، عندها 27 سنة تقريبا. ديدا أو سناء مسلمة. ناس كتير جدا اختلفت على مكانها، بس ناس بتقول من القاهرة وناس بتقول من اسكندرية، ولكن اللهجة اسكندرانية، فبنسبة 90% هي من اسكندرية. ديدا بدأت في اليوتيوب في شهر 1 سنة 2017، يعني يعتبر بقى قديمة جدا في مجال اليوتيوب وصناعة المحتوى. بدأت من أكتر من 4 سنين، وده حاجة نادر جدا لما الاقي واحدة في مجال الألعاب وبدأ من 4 سنين كمان، يعني مع بداية اليوتيوب أو بداية ظهور اليوتيوب في مصر وفي الشرق الأوسط يعني. ديدا محتوى ألعاب وبنسبة كبيرة جدا لعبة روبلوكس. طبعا لعبة روبلوكس دي يعني اتخصصت فيها شوية وكان استمرت عليها فترة كبيرة جدا، وأغلبية الجمهور بتاع ديدا أو اللي بيتابعها جالها من سبب لعبة روبلوكس يعني. ديدا اتشهرت بسبب طريقتها الجميله ومميزه، وبرده بيني وبينك كده كان سبب شهره ديدا هو اخوها اليوتيوبر الكبير استوب جيمنج، فطبعا من حقه ان هو يدعمها لان هي اخته، يعني هو بيدعم الغريب وخيره على الكل، فمش هينفع يدعم اخته يعني. فدي حاجه يعني ما حدش يقول ان هي دعمها فهي طلعت، لا، هي لو محتواها مش حلو ما كانتش طلعت وما كانش ساعد ده على ظهورها اصلا يعني. الفيديوهات اللي انا فاكر ان استوب جيمنج حط رابط قناتها فيه في الديسكريبشن، ففيديوهات قليله جدا يعني. فهي برضو اعتمدت على نفسها وبشكل كبير جدا جدا جدا. اسلوبها وطريقتها الجميله جدا في تقديم الفيديوهات وفي اختيارها للالعاب، وطريقتها ماشيه جدا 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 مع المحتوى اللي هي بتقدمه، فدي كلها حاجات وعوامل ساعدت في ظهور ديدا يعني، وان الناس كتير جدا بتحبها. وطبعا ديدا اغلب جمهورها هو بنات، والبنات برضو بتمثل نسبه حوالي 30% من المتفرجين على اليوتيوب يعني. ديدا حاليا من انجح اليوتيوبرز البنات في محتوى الالعاب، قدرت توصل لاكتر من 1.5 مليون مشترك. بس كده يا شباب، دي كل حاجه في الفيديو. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وسبسكرايب. ايه ده، اشتراك هو سبسكرايب؟ معلش. ما تنساش تعمل لايك وشير وفي ايه تاني كده، في حاجه نسيتها. لا تمام واشتراك تمام في القناه. وتساعدنا طبعا وتشجعني، وشكرا لكم. ولو تعرف اي حاجه او عايز الجزء الثاني برضو ما تنساش تكتب لنا في التعليقات، لو عايز نحط اي يوتيوبر في الجزء اللي بعده يعني. المستفز وديدا ومروان ريحان كل الكلام ده انتوا اللي بعتوه لي في التعليقات، فبرضو ما تنسوش كده تظبطونا في التعليقات يعني. واكتر ناس تعمل كومنتات هنظهرها في الفيديو اللي جاي. وبمناسبه ان الناس بتقول لي ليه ما بتظهرش وشك فيس كام وكده في الفيديوهات دي، فخصوصا ان درجه الحراره عندنا في مصر حاليا او في القاهره بشكل عام جدا يعني، او في المنطقه اللي انا فيها، مش عارف بقى بره القاهره حلوه ولا لا، في المنطقه اللي انا فيها درجه الحراره 100، فحرفيا لو حطيت اي مصدر اضاءه في وشي، رينج لايت بقى او سوفت بوكس او كده، فانا ممكن اسيح حرفيا يعني. عشان اعمل فيديو ممكن اسيح بقى خالص، مش هيبقى فيه عمر نور. فبس يا شباب، ده الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.